تخيل تصحى الصبح تلاقي في مليار دولار طاروا من البنك المركزي بتاع بلدك. لا في كسر قفل ولا في عصابة بمساكات ولا حد ضرب طلقة واحدة حتى. كل اللي حصل كان غلطة إملائية واحدة هي اللي أنقذت البنك من كارثة أكبر. النهاردة أحكي لكم إزاي هاكرز قدروا يسرقوا بنك بنجلاديش وهم قاعدين في بيتهم. جهز قهوتك وحجر الشيشة وركز معايا. الحكاية بدأت في فبراير 2016. الهاكرز ما كانوش ناس عاديين، دول قعدوا شهور بيراقبوا نظام البنك وقدروا يزرعوا برمجيات خبيثة جوه السيستم. اختاروا وقت صايع جدا، يوم الخميس بالليل. طب ليه يوم الخميس بالليل؟ عشان الجمعة اجازة في بنجلاديش والسبت والاحد اجازة في امريكا، حيث يوجد الاحتياطي الفيدرالي اللي فيه الفلوس. يعني معاهم 3 ايام يلعبوا براحتهم خالص والكل نايم في العسل اصلا. الهاكرز بعتوا طلبات تحويل وهمية من خلال نظام سويفت العالمي، وطلبوا تحويل حوالي مليار دولار من حيث بنجلاديش في نيويورك لحسابات في الفلبين وسريلانكا. الاحتياطي الفيدرالي نفذ فعلا كذا عملية بقيمة 81 مليار دولار، ودول طاروا خلاص ومحدش عرف يرجعهم. وهما بيبعتوا باقي الفلوس، الهاكرز غلطوا في كتابة كلمة مؤسسة، بدل ما يكتبوا فاوند كتبوا فاند. البنك الوسيط شك في الكلمة ووقف التحويلات فورا. وفي نفس الوقت موظف في بنك بنجلاديش لقى الطباعة اللي بتطبع تقارير التحويلات عطلانة. لما صلحها لقى كوارث بتحصل، فبدأ يكلموا البنوك يوقفوا كل حاجة. طب الفلوس راحت فين؟ ال81 مليون دولار اللي هربوا دخلوا كازينوهات في الفلبين، وهناك الفلوس اتغسلت واختفت تماما. التحقيقات بعد كده اشارت باصابع الالتهام لمجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية، بس لحد النهاردة مفيش حد اتحبس في القضية دي بشكل نهائي. القصة دي بتعلمنا ان الغلطة في عالم التكنولوجيا بفورة، وان حرف واحد غلط ممكن يوفر ملايين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، وقول لي في كومنتات تفتكر لو كنت انت مكان الموظف اللي اكتشف التحويلات كنت هتعمل ايه. هركبه والف بيه مصر كلها عشان